السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نكملوا مع السبب الثاني من الأسباب الملكية اللي كترجع لتصرف قانوني، واللي هو عقد الهبة. وبالمناسبة إلا كنتي هذه أول مرة كتشوف هذا الفيديو، كننصحك ترجع للفيديو السابق، حيث كنا بدينا فيه الشرح الأسباب ديال الاكتساب الملكية باش تكون المتابعة واضحة ومترابطة. خليكم معنا باش نفهموا الهبة بطريقة مبسطة. أولا، تعريف الهبة. في اللغة كلمة الهبة جاية من فعل وهب، يعني أعطى شي حاجة لشخص آخر بلا ما يطلب منه شي مقابل، يعني كيعطيه غير من طيب خاطره. في الاصطلاح القانوني حسب المادة 273، الهبة هي واحد العقد كيملك فيه شخص عقار أو حق عيني لشخص آخر، اللي هو الموهوب له، خلال حياة الواهب وبدون ما ياخد عليه عوض. يعني الواهب كيعطي داك الشي من غير ما يطلب الفلوس او شي حاجه في المقابل. مثلا واحد الاب عنده ارض في الباديه وقرر يعطيها لولده بلا ما يتخلص، فغير حيت كيبغيه وبغى يعاونو. هاد العمليه الى دارت بعقد قانوني وبشكل صحيح كتسمى الهبه. باش تكون الهبة صحيحة في القانون، خاصها تتوفر على أركان أساسية، ومدونة الحقوق العينية جمعت هاد الأركان كلها في الإيجاب والقبول، اللي كيعني أن الواهب هو اللي كيعطي، الموهوب له هو اللي كيتلقى الهبة، الشيء الموهوب هو الحاجة اللي كتعطى بحال دار ولا أرض. في المادة 274 كتقول باللي الهبة ما كتكونش قانونية إلا إلا كان فيها إيجاب وقبول، يعني عرض من الواهب وقبول من الموهوب له باش يكون العقد تام. واحد السيد قال لصاحبه مثلا: انا كنبغيك بزاف وبغيت نعطيك هاد الطوموبيل هبه بلا مقابل. وصاحبه جاوبه قال له: شكرا، قبلتها. في هاد الحاله كاين ايجاب وقبول، وكاين شيء موهوب اللي هي الطوموبيل، والناس اللي دايرين العقد الواهب والموهوب له، يعني الهبه قانونيه. ودابا ندوزو لشروط الهبه. الشروط اللي خاصها تكون في عقد الهبة باش تكون صحيحة وقانونية: الهبة خاصها تتوفر على 3 الأنواع ديال الشروط. فشروط العقد بالضبط كتقول لنا خاص يكون تراضي، يعني الواهب يقول كنعطيك هاد الحاجة والموهوب له يقول قبلت. والشرط الأهم: خاص هاد العقد ما يدارش هكاك شفويا، ولكن خصو يتكتب في ورقة رسمية عند العدول أو الموثق. المادة 274 من الفقرة 2 كتقول بوضوح: يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي. بمعنى إلا ما كتبتوش الهبة رسميا، الهبة كتكون باطلة وما كيعترفش بها القانون. باء شروط الواهب، يعني الشخص اللي كيقدم الهبة، وبالضبط على الشرط الأول اللي هو أهلية التبرع. الفصل 275 من مدونة الحقوق العينية كتقول: باش تكون الهبة صحيحة خاص الواهب يكون عنده كامل الأهلية. بمعنى يعني خص الواهب يكون بالغ عاقل بصحة عقلية وجسدية، كيختار بإرادته، وبالتالي ما كتصلحش الهبة من شخص غير راشد، أو لا يكون سكران ولا مجنون، أو لا شخص مريض مرض الموت، لأنه في هذه الحالة كتخضع الهبة لنفس أحكام الوصية حسب المادة 280. شخص عاوتاني مكره، يعني ما دارهاش بالإرادة ديالو. الشرط الثاني: أن يكون الواهب مالكا للشيء الموهوب. الهبة خصها تكون من طرف شخص عنده السلطة القانونية على الشيء الموهوب، وإلا ما كتعتبرش صحيحة. مثلا حمزة بغى يعطي دار لختو في الهبة، ولكن داك الدار مسجلة باسم الأب ديالو، يعني ماشي هو اللي عنده الحق فيها قانونيا. في هذه الحالة الهبة كتكون باطلة. الشرط الثالث: أن لا يستغرق الدين مال الواهب. ما يقدرش شي واحد يوزع أملاكه كهبة إلا كان مديون، وكل ما عنده غادي يمشي في تسديد الديون. علاش؟ لأن الدين هو أولوية عند القانون، والهبة راه عمل اختياري ماشي ضروري. مثلا صفاء عندها أرض قيمتها 30 مليون، ولكن عليها ديون ب35 مليون. قررت تعطي الأرض هبة لأختها،
هنا الهبة باطلة، لأن صفاء مديونة كتر من اللي عندها، والأرض خصها تباع باش الدائنين ياخدوا حقوقهم، ماشي تمشي في هبة. دابا ندوزو جيم شروط الموهوب له، وعنده مجموعة من الشروط. الموهوب له يعني الشخص اللي غادي ياخد الهبة خصو يتوفر فيه الشروط. الشرط الأول يكون شخص يقدر يملك الحاجة، بحال شخص عادي، جمعية أو مؤسسة قانونية. ما يمكنش مثلا تعطي الهبة لشي حاجة ما كيعترفش بها القانون بحال الحيوان مثلا. الشرط الثاني القبول ضروري، الموهوب له يوافق ويقبل، والقبول كاين فيه حالات. إلا كان الموهوب له راشد كامل الأهلية كيبان عادي كيقبل براسو. إلا كان ناقص الأهلية بحال طفل كبير شوية أو شخص مازال ما كيتحكمش مزيان في تصرفاته، فهنا يقدر يقبل الهبة براسو، ولكن خص يكون عنده نائب شرعي كيتبع شؤونه. إلا كان فاقد الأهلية تماما بحال طفل صغير بزاف أو شخص مريض عقليا، هنا النائب الشرعي هو اللي كيقبل الهبة نيابة عنه. وإلا ما كانش عنده نائب شرعي، القاضي كيعين ليه واحد باش يقبل الهبة في بلاصتو. المادة 276 من مدونة الحقوق العينية هي اللي كتنظم هذا الشيء هذا. مثال بسيط، صفاء بغات تعطي دار لطفل صغير مازال في عامه الأول. الطفل ما يقدرش يقبل الهبة وطبعا ما عندوش أهلية. هنا القبول خاص يكون من طرف الأب أو الأم، وإلى ما كاين حتى حد القاضي كيعين شخص يمثله. الشرط الثالث أن يحوز الموهوب له للشيء الموهوب. حيازة الموهوب له للشيء الموهوب يعني باش تكمل الهبة خص الموهوب له يولي حايز. أي شنو المقصود بالحيازة؟ تولي عندك السيطرة على الشيء، إما فعليا أو قانونيا. وكاين جوج أنواع ديال الحيازة، الحيازة المادية والحيازة القانونية. الحيازة المادية يعني كتدخل في العقار وكتسكن فيه وكتستعمله فعليا. أما الحيازة القانونية يعني كتسجل في العقار في السجلات العقارية حتى إلى كنتوش فعليا حسب نوع العقار. إلا كان العقار محفظ أو في طور التحفيظ ماشي ضروري تدخل وتسكن، يكفي تسجل العقار بسميتك في السجلات العقارية، وهذه هي الحيازة القانونية. إلا كان العقار غير محفظ خاص يا إما تسجل مطلب التحفيظ بسميتك ولا تدخل وتولي تسكن أو تستغل العقار فعليا. مثلا حمزة بغي يعطي الدار ديالو كهبة لختو، الحالة الأولى الدار محفظة، هند غير غتسجل العقار في سميتها وخلاص الهبة صحيحة. الحالة الثانية الدار ما محفظاش، خاص يا إما دير مطلب التحفيظ في سميتها ولا تدخل تسكن فيها وتفرغ داك الأثاث اللي ديال خوها القديم. ودابا غادي نشوفوا مبطلات الهبة. أولا الوعد بها، يعني الوعد بالهبة. إلا شي واحد واعد يعطي شي عقار كهبة ولكن ما دارش العقد الرسمي، الهبة ما كتعتبرش صحيحة، لأنها ماشي هبة فعلية، غير وعد. والقانون كيعترف غير بالهبة المبرمة في محرر رسمي. مثلا صفاء وعدت بنت خالتها تعطيها دار، ولكن ما داروش العقد الرسمي، ما كايناش الهبة قانونية، غير وعد ما عندوش أثر قانوني. ثانيا هبة عقار الغير، المادة 277. إلا شي واحد بغى يعطي في الهبة عقار ماشي ديالو، الهبة باطلة لأنه كيهب شي حاجة ما كيملكهاش. مثلا حمزة بغى يعطي دار لختو ولكن الدار ديال باه ماشي ديالو، الهبة باطلة. ثالثا هبة مال في المستقبل، يعني يهب شي حاجة ما عندوش دابا ولكن كيقول غادي نعطيها ليك منين تجيني.
الهبة باطلة لأنها ما تقدرش تعطي شي حاجة مازال ما كتملكهاش. مثلا بلال كيقول لصاحبو منين غادي نورث الدار ديال الوالدة غادي نعطيها ليك. هاد الهبة ما كتحسبش قانونيا لأنها شي حاجة مستقبلية. رابعا الهبة في حالة الإحاطة بالديون، المادة 278. إلا كان الإنسان عليه ديون كثيرة كتفوق أو كتساوي اللي عنده ما يقدرش يدير الهبة لأنه كيعطي شي حاجة ما بقاتش ديالو فعليا لأن الدين كيسبق. مثلا بلال عليه ديون كثيرة وبغى يعطي الأرض ديالو لولدو، الهبة باطلة لأن الأرض خاصها تمشي لأداء الدين أولا. خامسا موت الواهب أو الموهوب له قبل القبول، المادة 279. فإلا توفى الواهب أو الموهوب له قبل ما يتم القبول الرسمي ديال الهبة، الهبة كتعتبر باطلة. نعطيو مثال علاش. مثلا الأب دار عقد هبة لولدو ولكن قبل ما يوصل العقد المحافظة ويدير القبول مات الأب، الهبة ملغية. ودابا غادي نشوفوا رابع حاجة اللي هي آثار الهبة. آثار الهبة بالنسبة للواهب، فالواهب خاصو يسلم الشيء الموهوب للموهوب له، يعني خاصو يخلي ليه العقار أو الشيء اللي وهب ليه ويمكنه منه يا إما بالحيازة المادية يعني يعطيه المفاتيح ويفرغ ليه الدار مثلا، أو الحيازة القانونية يعني يدير ليه التسجيل في المحافظة العقارية. فما يقدرش الواهب يقول رجع لي داك الشيء بعد ما تمت الهبة وتسلمها الموهوب له. الواهب ما كيتحملش المسؤولية إلا كانت فيها عيوب خفية، فمثلا إلا وهب ليه دار وفيها مشكل داخلي ما باينش بحال تسرب الماء، الواهب ماشي ملزم يصلحه حيت الهبة ماشي بيه. باء بالنسبة للموهوب له، أول حاجة انتقال الملكية، فمنين كتكون الهبة مستوفية لجميع الشروط يعني عقد رسمي الرضا الحيازة إلى غير ذلك، فالشيء الموهوب كيحول ملكه الموهوب له. كذلك الواهب خاصو يمكن الموهوب له من الملك، يعني يخليه يتصرف فيه بحرية بحال اللي راه هو صاحب داك الشيء اللي ملك، ويمكن يسلموا ليه إما بالحيازة المادية أو الحيازة القانونية. تاني حاجة مصاريف الهبة والتسليم، فجميع المصاريف اللي كتكون باش ينقل ليه العقار بحال التنقل الوثائق تسجيل إلى غير ذلك فكيتحملهم الموهوب له إلا إلا اتفقوا على حاجة مختلفة. مثلا عائشة وهب ليها خالها أرض في شي مدينة، داروا عقد رسمي وسجلوه في المحافظة العقارية، دابا الأرض ولات ملك العائشة، خالها خاصو يسلم ليها الأرض إما بالمفاتيح أو بالتسجيل. وثائق الهبة والتسجيل والمصاريف غادي تخلصهم عائشة إلا إلا قال ليها خالها أنا اللي نخلص. ودابا ننتقلوا الرجوع في الهبة. الهبة ما كيرجعوش فيها، يعني إلا شي واحد وهب شي حاجة لشي حد ما يقدرش يجي من بعد ويقول ليه رجعها ليا إلا في حالتين خاصين. الحالة الأولى منين الوالد أو الوالدة يعطيو شي حاجة لولادهم سواء كان راشد أو قاصر، هنا ممكن يرجعوا في الهبة ولكن بشروط. الحالة الثانية منين الواهب ولا معاق ما يقدرش ينفق على راسو أو على الناس اللي هو مسؤول عليهم بحال ولادو ولا مراته، يعني ولا محتاج الفلوس باش يعيش، هذه هي الحالة الثانية. فكيفاش يكون الرجوع الاعتصار؟ فباش يكون هذا الرجوع قانوني خاص الوالد يشهد على حق الرجوع وقت الهبة ويكون هذا الشرط مكتوب في محرر رسمي ديال الهبة. هانتوما مثلا الأب وهب لولدو دار وكتب في العقد أنه يحتفظ بحق الرجوع في الهبة، يعني يقدر يطلبها ترجع ليه. من بعد وقع الأب مشكل صحي ولا محتاج فلوس باش يعالج راسو، هنا يقدر يطالب بولدو يرجع ليه الدار حيت دار الشروط في العقد. ودابا عندنا موانع الرجوع.
أولا الهبة بين الزوجين، فمثلا الرجل عطى مراته دار ومازالين مزوجين فما يقدرش يطالبها ترجع ليه الدار. تاني حاجة وفاة الواهب أو الموهوب له، فمثلا الأب عطى ولده دار وتوفى قبل ما يطالب بها، ما يقدر حتى واحد يطلبها ترجع. ثالثا مرض خطير، فإلا كان الواهب أو الموهوب له مرض خطير كيخوف بالموت، ما يمكنش يطالب بالرجوع، ولكن إلا برا من المرض يرجع له الحق. رابع حاجة الزواج بعد الهبة، فإلا تزوج الموهوب له بعد ما خدا الهبة وبسببها مثلا باش جهز بيت الزواج، فما يقدرش الواهب يطالب بالرجوع الهبة. خامسا تفويت العقار كامل، إلى الموهوب له باع ولا عطى الملك كامل لشي حد آخر، ما يمكنش الواهب يطالب يرجعه. أما إلى باع غير جزء منه يقدر يطالب بالباقي. سادسا تعامل الناس مع الهبة، فإلى شي ناس داروا تعامل مع الموهوب له بناء على الهبة، بحال داروا شراكة ولا قرض عليه حيت عنده هذاك الملك، ما يقدرش الواهب يجي يطالب بالرجوع باش ما يضرش هاد الناس. سابعا تغييرات كبيرة في الملك، فمثلا خدا أرض في الهبة وبنى فيها فيلا غالية، ما يقدرش الواهب يرجع ويقول رجع لي الأرض. ثامنا إذا تهرس الملك الموهوب كليا، مثلا عطيت لواحد دار وقع فيها حريق تهرست غير نصها، يقدر يطالب بالنص. ودابا ندخلوا لإجراءات الرجوع في الهبة. فالرجوع الاتفاقي بحال مثلا الاب عطى لولدو دار، من بعد الاب قال لولدو بغيت نرجع الدار والولد وافق، مشاو عند الموثق وداروا اتفاق رسمي باش يرجعوا الهبه. هذا رجوع اتفاقي وما فيه لا مشاكل ولا محاكم. ان يكون الرجوع قضائي، مثلا الام عطات لولدها دار، من بعد الام ولات مريضه بزاف وما عندهاش باش تعيش، طلبات من ولدها يرجع ليها الدار لكنه رفض، فهنا تمشي للأم المحكمة وتطلب الرجوع الهبة بحكم قضائي. وآخر حاجة غنطرقوا ليها اللي هي آثار الرجوع في الهبة. أول حاجة فسخ عقد الهبة، يعني العقد اللي داروه من الأول كيتلغى وكأنه ما كانش. ثاني حاجة هلاك الملك الموهوب، مثلا الاب مشى خدا دارو من ولده قبل ما يصدر الحكم بالرجوع، ومن بعد الدار تضرات بزاف، هنا الاب هو اللي مسؤول. اما الى الموهوب له رفض يرجع الملك ورجع بقرار من القاضي او اتفاق وتهلك الملك في هذه المده، فالموهوب له هو اللي مسؤول لانه ما رجعش الملك في الوقت. نفقة الاعتصار على الواهب، يعني الرجوع في الهبة، الواهب هو اللي كيخلص المصاريف استرجاع الملك، مثلا مصاريف المحكمة أو كتاب العقود. فمثلا الأب بغى يرجع في الدار اللي وهبها لولده، خاصو هو اللي يخلص المصاريف. وتاني حاجة الثمار اللي استهلكها الموهوب له، يعني الغلة أو الدخل، فإلا كلاه أو استعملوا الموهوب له قبل الرجوع في الهبة ما كيردهمش، ما عليه والو. اما الا كلاه او استعملوا من بعد ما تقرر الرجوع خصو يردهم للواهب. فمثلا الولد الا كان كاري الدار وكيشد الكرة، فالكرة اللي خدا قبل الحكم ديال الرجوع كيبقى ليه، وإلا خدا الكرة من بعد الحكم خصو يرجعو. فثالث حاجة اللي هي النفقات اللي صرفها الموهوب له على الملك. النفقات الضرورية مثلا الإصلاحات اللي ضرورية باش ما تخربش الدار يرجعوا ليه كاملين. والنفقات النافعة فخصو يرجعوا ليه غير اللي تزاد في القيمة. أما النفقات الزينة بحال الزواق الفاخر ولا الديكور فما كيرجعوهاش إلا إلا زادوه في القيمة، كيعطيوه غير داك الزيادة. ببساطة اللي صرفوا على الضروري كيرجع، الزينة ما كيرجعش، والثمار من بعد الحكم كيرجع. وأخيرا دابا غادي ندخلوا السبب الثالث اللي هو الصدقة. الصدقة بحال الهبة ولكن الفرق هو النية. في الصدقة كيعطي فيها الشخص شي حاجة كيملكها لشخص آخر بدون مقابل، والهدف منها هو التقرب إلى الله، يعني ماشي باش يرجع ليه شي فايدة ولا شي مصلحة دنيوية.
في المادة 291 كتقول بأن الصداقة هي نوع من الهبة وكتخضع لنفس القواعد، يعني نفس الأركان الشروط الأحكام والآثار، ولكن كاين فرق صغير ومهم. الصداقة ما يمكنش يرجع فيها الوهيب اللي تصدق، يعني ما يمكنش يدير الاعتصار، بحال ما يمكنش يقول رجع لي داكشي اللي أعطيتك صداقة. فالهبة يمكن الرجوع فيها في الحالات معينة، بحال الأب، بحال من الأب لولده. داكشي اللي تعطى صداقة ما يمكنش يرجع للواهب إلا بالوراثة، يعني إلا مات الموهوب له ممكن يرجع الشيء للواهب فقط إذا كان وارثه. وهكذا غادي نكونوا سالينا من الأسباب الملكية اللي كتدخل في التصرف القانوني، وشفنا بالتفصيل المغارسة الهبة والصداقة. عارفة الفيديو كان شوية طويل، ولكن الهدف ديالي هو نبسط لكم المعلومة ونشرح لكم كل حاجة بالدقة باش توصل لكم الفكرة واضحة. ما تنسوش تتابعوني في الفيديو الجاي، غادي نهضروا فيه على الحقوق العينية التبعية بطريقة مبسطة كيف العادة. ولا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما.